بتصور محتوى تتعب فيه بس مش شايف اي مشاهدات؟ كمل الفيديو ده للاخر. 5 انواع ريلز هيخلوا الفيديو بتاعك بحسابك يجو فايرال. انا هبه مهران، ماركتير اند كونتنت كريتور، واحفظ بقى. اول نوع البودكاست ستايل ريلز. وهنا صانع المحتوى مش بيبص دايركت للكاميرا وهو بيتكلم، هو بيبص للجنب كانه بالظبط في ضيافه بودكاست. الفكره هنا ان المشاهد بيحس ان في حوار مهم فبيفضل يتابع، زي مثلا حد بيتكلم عن تجربه فشله في بيزنس معين وحد قدامه بيساله هو ايه اللي حصل. تاني نوع اسمه السلات ريلز. الكادر هنا بيبقى متقسم لفيديوهين، وواحد بيتكلم فيه والتاني بيشرح فيه الفكرة بشكل بسيط. تالت نوع الانيميتد ريلز. النوع ده بيبقى فيه دمج بين جزئين، جزء متصور وجزء فيه انيميتد فويس اوفر. وباي ذا واي النوع ده ممتع جدا وبيوصل المعلومه بسرعه، زي مثلا فكره فيديو فيه كرتون بيوضح رحله العميل من اول ما يشوف الاعلان لحد ما يشتري. رابع نوع الوايت بورد ريلز، اعتقد واضح من اسمه ولا خلينا اشرحه. هنا صانع المحتوى بيشرح فكرته من خلال الوايت بورد اللي هي السبوره، او بيشرحها في نوت بوك. والحقيقه ان ده قادر يشد الناس جدا لان عليهم بتفضل مركزه على اللي بيتكتب، زي مثلا حد بيشرح خطوات تسويق للمنتج بكلمات بسيطه وسهله. خامس نوع اللوبينج ريلز. صانع المحتوى هنا بيختار موضوع عليه الطلب وبيكتب كابشن مليان معلومات. كل اللي بيعمله انه بيربط اول جمله باخر جمله فبيتعاد الفيديو من غير ما تاخد بالك. زي مثلا انك تبدا وتقول اهم 3 طرق تجيب بيهم عملاء، وتختم باخر جمله وتقول تعالى اقول لك. قول لي انت بقى في التعليقات ايه اكتر نوع بيشدك.